السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. الصحه رمضانكم كل عام وانتم بخير بالصحه والهنا يا ربي. اليوم حبيت نجد بعض مقتطفات من اليوم الاول لشهر رمضان. ما حطيتوش البارح باسكو ما حطيتوش اليوم الصباح باسكو ما كنت عاد ما مونطيتوش. المهم هنا كنت حطيت الحريره كما معرف، عملت كامل خضره، وفي الغدره عملت شويه زيت مع شويه سمن باش تجي شويه عقده، ما تجيش بزاف ميدمه. هذه هي، تحبوا تعملوا زيت وحده ولا تزيدوا معاه شويه تاع سمن. المهم عملت خضره وتاني بسباس كانوا يشوهوا لي من بعده وعملته ما صوتوش معاكم، وزدت معاه شويه تاع العدس الحمراء هذه الاورانج، غسلتها مليح مليح وكبيتها معاهم، خليت هذيك الخضره خليتها تنقله مليح مليح. وزدت عملت لي زيبيس عندي هنا في الاول، عندي شويه ملح، عندي هنا كركم الحرور، وعندي تاني زعفران. هادو نعملهم في الاول، يعني من بعد كي نطحن ونغليها غادي نعمل لي زيبيس الاخرين. تاني سكنجبير. كي تقلوا شويه هاد الخضره عملت معاهم هادوك الزيبيس وتاني، ومن بعد غادي نخليها طيب في خاطرها، واني عامله فلفل واني عامله الماء يغلي باش نكبو في الحريره. خليتها تنقلها مليح مليح باش تطلق كامل هذيك لاصوص تاعها تاع الخضره، ومن بعد رايحه نكب عليها هذاك الماء السخون. هنا من بعد ما طاب ما شويه الفلفل تاعي ماشي نطيبو. هنا في الطياب كيش نعملو، عملت نقطع الطوماطيس تكون مطريه بزاف، ما تكون عاصيه، قطعهم تيدي. تحبوا تكون طريه طابيوها نورمال. هنا وجدت على جهه طوماطيش وحنقطع تاني الفلفل بعد ما برد لي ونقيته باش نقطعه بتيدي. هنا راه هذا الفلفل شويه عصير، يعني راح ياخذ لي وقت في الطيابه. بعد ما قطعته جيب هنا قطعه صغيره ولا مقله، ولا نعمل فيها 2 حبات تاع الثوم، ولا كانوا صغار نعملوا بزياده. المهم كيما حبيتوا، ما تكتروش، تحبوا ما تكتروش نورمال، لا تحبوا تعطيوها تاني تجي مليحه. انا قطعتهم تيدي وحطيت معاها الطوماطيش باش تطلق هذيك الماء تاعها، تجي بزاف بنينه. كي نعمل هكا طوماطيش نقلها مع الثوم تجي بزاف بنينه. ومن بعد نعمل فلفل الاحمر، هذا ما كان تحبوا تزيدوا معاها تاني الحرور، ولا تحبوا تعملوا حار يعني فلفل حاره، ولا تعملوا حار هذوك الغبره. بعدها زدت معها شويه فلفل وعملت له الماء وخليته يطيب في خاطر. هو ملح ما تنساوش بيان سور، بلا ما نقول لكم يعني ملح سي اوبليجي في الماكله. بعدها هنا راح نوجد البوراك. هنا البوراك عملت فيه انا قطعت ثاني بصل. البصل توجو حاضر ناظر بالنوادر توجو حاضر في الطياب. هنا بصل قطعته ثاني اوبتيدي باش نقليه نحضره للبوراك. هنا خليته مليح مليح، ما صورتش بزاف وما حبيتش نقص بزاف، كنت نقص بزاف الفيديو باش ما تجيكمش طويل. اني نقليه في البصل، نقليه يعني حتى يطرى، نعمل جومه تاع الماء هذا مكان باش يطيب لي مليح مليح. بعدها نزيد لا فيونداشي، تحبوا فيونداشي، تحبوا فيوندا البولياشي كيما حبيتو. هنا في ليزيبيس نعمل شويه سكنجبيل، شويه سكنجبيل، شويه زعفران، شويه كركم، يعني ما نكترش بزاف. هنا كركم يعني هود لي بزاف، ماشي بالعاني. وثاني نزيد معها كمون، ونزيد معها شويه حار، يعني نحبوا زعما نحبوا هذيك شويه تاع الحروريه، نحبوش حاجه حاره بزاف، يعني نحبوا شويه ديك الحروريه اللي تكون باينه في الماكله، ما تكونش حاره بزاف يعني بزاف. هنا بعد ما يتقلى لي هاد البصل والكفته عملت معاها معدنوس ونزيد معاها لي زيبيس والملح بيان سور. هذه هي. بعد ما طاب هذيك الكفته نعمل معاها حبه تاع بيض، 2 حبات كما حبيتو. يعني كاين اللي ما يحبش كامل يعمل البيض، كاين يعمل كريم فريش، يعمل فرomاج، مي حنا نحبوه بالبيض، يجي بزاف بنين وما نشفوش بزاف. كما تعرفوا البيض ينشف، مي ما نشفوش بزاف. هذيك البروك تاعنا خليته على جهه يبرد. بعدها جبت هنايا ان بول، عملت الخبز، يعني خبزه صغيره تاع يعني خبزه صغيره، ما عملتش بزاف كبيره. عملت الفرينة، عملت يعني 3 مرات تاع دوك البول اللي نفدو بيهم الخبز 3. انا ما نعملش عبار في الخبز، يعني سمحوا لي ما نعملش عبار. عملت الفرينة، عملت معها شويه خميره تاع الخبز وشويه ملح وشويه سكر، خلطتهم كامل دوك ناشفين مع بعض. زدت معها هذوك
سانوج مخلطين، شفتهم عند العشاب شفتهم مخلطين كامل عملتهم معاهم، خلطتهم وزدت معاها تاني شويه تاع الزيت، يعني دلكت معاها شويه تاع الزيت، وبعدها عملت الماء دافي، بديت نعجن فيها وندلك فيها شويه شويه، خليتها تريح. وبعدها بعد ما ريحت كامل يعني عملت الخبز في الطاجين وخليته يزيد يريح دوزيام، وعملت البوراك في الديول. هنا بعدها رحت نريح مع 3:30 هكا، كانت 3 رحت ريحت، حتى مع 4 رحت ريحت صليت قرأت القرآن، يعني حتى 2 سوايع وهنايا مريحة في شامبرتي. المهم بعد لقيت ماما كانت دارت الخبز في الطاجين وتاني دارت مشماشي تبخر وكانت تدير في البوراك، يعني انا يعني ما صورتهمش، صورتها هكا شويه. وبعدها جيت نطحن الخضره. هنا الخضره كنت نسيت ما عملتش في الاول عود تاع قرفه، معليش عملتها من بعد ما غليتها عملتها، نحيت الاصبر، يعني عملت الاصبر تاني باينه بلي الاصبر يجي في الحريره والشربه. كانت كاينه زوديه ما حبيتش نطحن في ان بول. هذيك الطوه تاع الميكسر عملت معلقه تاع طوماطيش كونسونطري وحراج تاع الحريره والحار، وعملت تاني تاع عملت راس الحانوت. وتحبوا تعملوا تاني ريزيريعه البسباس مطحونه، ثم تعملوهاش عادي. مهم راس الحانوت نعملوه مور ما نطحن. وعملت تاني النعناع تاع النعناع حتى يكون يابس، وزدت معاها شويه تاع الماء باش نجم نطحن. تاني نطحن معاها الأصبر ونعمل فريك بعد كي نغليها. الأصبر ما عملتوش، مهم نعمل الأصبر، يعني انا يعني هنا كما تشوفوا عملت الأصبر نطحن كلشي مع بعض مع لي زيبيس ومع الطوماطيش كونسونطري، ونكبوها في الحريره ونخليها تغلي مليح مليح. كي تغلي نحط فيها الفريك، تحبوا تعملوا فيها الفريك ولا كيما التمثانين نعملوا حنا نعملوا مازينه ولا فارينه ولا تشيشه، هذه هي. غدا ما جا ان شاء الله نوريكم نعملوها بالفرينه ولا بالتشيشه. والشاميه ثاني بيان سور خاطر ما جا ان شاء الله ما حبيتش نعمل كلشي في رحبه، وخاطر ما جا ان شاء الله نعمل الشاميه كيفاش نحضروها. كنت عملتها شاميه ونحل داير في الكوزينه ما حبش يروح. المهم هنا تاني حضرت بابا يحب هاد الفطيره، يحبها بزاف زعما ما فيهاش لا بابا لا والو، كلي الفرينه شويه جاتو ثقيله الخبز تاع الفرينه. المهم عملت 2 شعبات تاع السميد يكون فان مع شويه يعني ما نص تاع الفرينه، سردتهم مليح مليح وزيد معاها يعني عندها الراس تاع المعلقه صغيره تاع الخماره غير باش يجي طري. تحبوا ما تعملوش خماره ما تعملوش عادي غير باش يجي نيتك فيها الطراوه. نخلط الناشفي هو ملح تاني، نخلط هذوك كلشي النواشف ونزيد معاها كبه تاع زيت يعني دويره تاع الزيت، ونتلكها وندخل فيها هذيك الزيت مع السميد كامل، ونجيب المحلو ما يكون دافي ما والو يكون نورمال. نجيب الماء ونبدا بشويه بشويه نلم ونخليها تريح على جهه، نخليها تريح على جهه باش تشرب كامل هذاك الماء باش تاني تنشف. هذه هي دلكتها مليح مليح كما راكم تشوفوا، ونخليها على جهه. بعد 10 دقائق جيت هنا شوفوا هذا الخبز كي جاني طيبته جا بزاف خفيف. هنا كي نعملوه في الصينيه يطلع. ومن بعد تحبوا ما تحبوش زعما فيه البابا بزاف زيدوه هودوه ودخلوه يطيب في الكوشه. المهم بعد ما خليت الفطيره تاعي تريح شويه غير باش هذاك الماء يشرب مع السميد، ولا ما جاتني شويه ناشفه بزاف زعما نزيدلها. المهم هذاك الماء اللي عملت كاس تاع تمشي مع بزاف تاع الماء وعملته في الفطيره. هنا نحب نورقه على السميد باش ما يجينيش ناشف بزاف. نحب نعملو على سميد باش يجي ناشف ويجي بزاف شباب. كنا نورقو على السميد. بعد سخنت المقله سخنتها مليح مليح، بديت نحط عليها هاد الفطيرات وجاني بزاف شابين الله يبارك ما شاء الله. وشهيه طيبه ان شاء الله تكون تعجبكم هاد الطابله تاع النهار الاول، تفوتوا رمضان بالصحه والهنا يا ربي. صحه صيامكم صحه فطوركم صحه سحوركم، مع السلامه وشهيه طيبه.